مبروك يا جماعه للنادي الاهلي وفوزه بدرع الدوري رقم 45. 45 كالعاده كله بيعيش الوهم وفي الاخر الاهلي ياخد الدوري. شكرا يا جماعه، شكرا لكل واحد اهلاوي مصدق وبيصدق في الاهلي طول الوقت. عايز يا جماعه كل الاهلاويه اللي معانا يحضروا ويشاركوا في احتفاليه النادي الاهلي النهارده في فوزه اللي جاي من بعيد قوي، جاي من بعيد قوي، عشان الناس اللي عايشه الوهم وبتصدق الوهم تاخد جنب. وفي الاخر الاهلي عارف كبيره، كبير الكره المصريه والافريقيه والعربيه هو النادي الاهلي. شكرا يا جماعه لمنظومه النادي الاهلي، شكرا لعيبه النادي الاهلي بالذات اخر 6 ماتشات. شكرا يا جماعه لكل جماهير النادي الاهلي اللي على طول بتصدق في النادي الاهلي وعارفه النادي الاهلي دايما ما بيغزلهاش. شكرا يا جماعه ان النادي الاهلي حتى وهو في اسوأ حالاته بيعرف يفرحك. مش معنى كده ان الاهلي سيء، لا، المدرب هو اللي كان سيء، مارسيل كولر. قلنا يا جماعه هنا في ماتش الاهلي وبيراميدز لما احمد رضا جاب الجول الثاني، قلنا هنا ان الهدف ده ممكن يبقى الهدف بطوله الدوري النادي الاهلي السنه دي، بس بشرط كولر يمشي. قلنا كده والله اللي عايز يرجع يرجع، قلنا كده بس بشرط ان كولر يمشي. وكولر مشي عشان يجي عماد النحاس من بعيد يلعب لك 6 ماتشات يجيب لك 21 جول، فحاجه ما بتحصلش كتير. فيا جماعه شكرا يا جماعه، شكرا للرجاله اللي قدرت تصدق نفسها وتصدق الحلم ان اخر 6 ماتشات هكسب وماليش دعوه بالاسيوطي، ماليش دعوه بيه، عشان الاسيوطي يقع ماتشين، ماتش فاركو وماتش البنك الاهلي. انا ذنبي ايه ان انت خسرت؟ الناس تقول لك الاهلي، انا ذنبي ايه ان انت خسرت؟ الاهلي بيفرح وهيفرح وعلى طول بيفرح، ولا عزاء للحاقدين. النهارده يا جماعه الكل يشارك في احتفاليه وفرح النادي الاهلي بتتويجه بالدوري رقم 45. وكالعاده الدوري ليه كبير، ومين كبيره غير النادي الاهلي؟ الفتره الجايه يا جماعه، الفتره الجايه نتمنى بس من كابتن بيبو انه ما ياخدش عماد النحاس يخليه اداري. هو مش المفروض او نعمل اي حاجه وخلاص، يعني في حاجات بتحصل كده بس مع الرجوله مع الحب التيم ومع العيله دي الدنيا بتمشي. يعني جبت يوسف من فني خليته اداري، وشوقي من فني خليته اداري، وعماد النحاس كان في الثلاجه خليته فني. مش عايز العب بقى في التوليفه دي تاني، خلاص. خوسيه فييرو المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، هحط معاه النحاس فني. مش عايز النحاس يبقى خلاص بقى، مش لازم بقى احط النحاس معاه خلاص، لكن اخلي النحاس اداري. هيبقى الاهلي خسر كادر مهم اسمه عماد النحاس. شكرا يا كباتن للنادي الاهلي وشكرا لجماهير النادي الاهلي. وافرح، اي حد يعكر مزاجك انت مش فاضيله اصلا، الناس دي غلبانه. يا بخت اللي بينتمي للنادي الاهلي والف حسره للي مش اهلاوي. شكرا يا كباتن، وشارك، مستنيك شارك في احتفاليه النادي الاهلي النهارده. شكرا يا كباتن، وكالعاده تحياتي ليك يا صديق، سلام.